السلام عليكم. ده الفيديو التاني. دي هنا الارض اللي هي 7 فدادين، هنبتدي بفدانين فيها. الارض دي في وادي النطرون جنب قرية بني سلامة. احنا وصينا ده الملف بتاعهم، بيتعمل ملف للشخص اللي بيتفق معانا، وده العقد من 5 صفحات، لان احنا اللي هنقوم بالزراعة بالكامل، اللي هي الشجرة ب50 جنيه واحنا اللي هنقوم بالزراعة بالكامل. اول ما ادونا المقاسات عملنا مثلا الخريطة بتاعتنا اللي هي الفدانين بالكامل، ده فدان والناحية التانية فدان، والمواسير داخلة عشان كتبنا لهم بالظبط ايه اللي هنجيبه، كل حاجة طبعا درجة أولى. وده هيبقى شكل الفدان اللي على الشمال. لو بصينا كده ده الصورة، اللي فدان هنا على اليمين وفدان على الشمال. دي من أول حاجات اللي اتعملت. طبعا اتفتح لهم ملف بعد إذنك كده. احنا جينا هنا طبعا وادينا توصيات بعد ما خدنا الدفعة الأولى. أنا الفيديو ده بالذات بقى بصراحة للي عايز يزرع بولونيا، لكن اللي يتصل يقول لي بالمرة أشجار مش محتاجة، مفيش الكلام ده. دي طبعا الدوسيه بتاعهم، دي التوصيات بتاعتهم، دي التوصية اهي. بعد الزيارة الأولى المكان مرعى للأغنام ومشترك مع الكثير في الرعي. منطقة هنا فيها خرفان برقي ومعيز سايبينها، كان سور بوس، الخرفان بتخش وتخرج. قلت لهم تاني يوم مش هنلاقي ولا شجرة، 2200 شجرة هيتاكلوا، فلازم يتعمل سور. قال لك السور طبعا مكلف، طب نعمله بوس. قلت لهم ما انتوا عاملين بوس ومع ذلك اتقطع، لازم طوب عشان نزرع بولونيا. طبعا تكلفه جامده جدا، الناس عملوا سور طوب حوالين 7 فدادين. انا عارف انها تكلفه جامده جدا، ولكن هو ده اللي عايز يزرع بولونيا. البئر كان على 18 متر اهو، ده البئر القديم اللي انا رفضته، كان على 18 متر، كانت الاملاح فيه 2000. قلت لهم هنا في المنطقه دي لو نزلتوا لغايه ال 100 متر هننزل تحت ال 1000 جزء. عملوا بير على الطاقه الشمسيه، ادي البير الجديد هناك اهو الصغير ده. الفيديو اللي فاتت احنا كنا مشغلينه، الاملاح اقل من 500، طلع 488. دي كانت التوصيه الثانيه، ان البئر 18 متر وش الميه، املاح 1800 لن تصلح الا مع الجهاز المغناطيسي. التوصيات: لازم سور لحمايه الزرع من الراعي، لازم جهاز مغناطيسي، او الافضل والاصح بير اعماق للوصول الى مياه اقل من 1000 كوز. ده للي عايز يزرع بولونيا. الناس عملوا التوصيات كلها. هتقول لي اتكلفوا، اقول لك اتكلفوا، بس ده الشغل الصح، وبناء عليه انا وافقت اخد الشغل. الارض زي ما انتم شايفين اتنضفت، كانت مليانه حشائش ومليانه حاجات وزباله وي 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 وما كانتش واضحه. الارض اتنضفت، اتعمل سور للحمايه من الهواء، اتعمل بير اعماق جاب لي 500 جزء املاح كده. ده اللي عايز يزرع بولونيا. انا اسف، انا اللي بقوله ده هيقلل بيعي للشتلات، لكن للمره الالف انا مش بتاع الشتلات ومش عايز ابيع الشتلات. انا عايز انجح زراعه الاشجار الخشبيه في مصر، حور، كافور، تكسيديوم، كل حاجه، وعلى راسهم البولونيا. ازرع شجره عشان انتج اخشاب، فمحدش يقول لي انا هزرع شجر واصل سور، اصل هزرع شجر وتحتيه هزرع زراعات وبعدين هاجر الارض، اصل هشارك فلان وانا بالمش عارف ايه وفلان بالايه. حضرتك تكون قاعد في ارضك، باصص على ارضك، بتراجع ارضك. البولونيا اسهل ما تكون كشجره، سيبك من موضوع الشتله، حساسه ومتعبه، ودي شغلتنا احنا بنسلمها لك. نسبه الفقد بتاعتها 10 15% زيها زي اي شجره ثانيه. كشجره بقى فيها كل الايجابيات، اقل ما تكون في الرعايه، اقل ما تكون في السماد، اقل ما تكون في الميه، صايمه طول الشتاء، اقل ما تكون في كل حاجه. بس مطلوب يكون ليها رعايه، مطلوب ليها سماد، مطلوب ليها رعايه، يعني الفلاح يكون قاعد يراجع على نقطات، يشيل حشائش. المقوله اللي بقالنا 50 60 سنه بنقولها، ان الاشجار الخشبيه مش محتاجه، ازرعها وسيبها وهي هتطلع مع نفسها. محدش طلعت مع نفسه. هاتولي واحد قبل كده اشتغل مع الاشجار الخشبيه على هذه الحاجات، املاح عاليه جدا، اراضي سيئه جدا، هي هتتزرع وهتطلع مع نفسها ونجح وطلعها. لا، انا بعرف الشجره، املاحها، احتياجاتها، وقتها، واعمله. بسيط جدا، حاجه بسيطه جدا وتافهه جدا، بس اعمله واهتم وراعي. رعايه قليله، اهتمام قليل، لكن لازم يحصل. اللي عايز يزرع بولونيا، انا شغلتي ان شاء الله باذن الله وربنا يكرمني فيها انجح له زراعه البولونيا. ما دام نجح في زراعه البولونيا نجح في انتاج الاخشاب، غير كده لا. احنا النهارده 20 يناير، صح يا سيد؟ 20 يناير يوم الاربع
20 يناير 2016. معلش انا اسف، احنا بنصور قبل ما نزرع وبننزل الفيلم على صفحتنا قبل ما نزرع، ما بنستناش لما ننجح في مزرعة معينة وننزل افلامها وننزل تصويرها، لا احنا صورنا اهو. تقدر الناس تيجي لنا بعد سنة ولا سنتين يقول لي فين المزرعة دي لو انا ما نزلتش في الدعاية، فين الفدانين دول بره، او ناس تانية مش في مصر، ما اقصدش حد، ولكن ممكن يزرع 100 مزرعة ينجح منه 5 10 فيصورهم وينزلهم ويقول ده نجاح. طبعا ده مش نجاح، 5% و10% ده مش نجاح. لكن لما انا بصور المزرعة قبل ما ازرعها واصورها وانا بزرعها واصورها بعد ما تتزرع، ان شاء الله ادعوا لنا بس ان ربنا يكرمنا ويوفقنا. احنا بنعتمد طبعا على ربنا سبحانه وتعالى، ثم على شويه العلم اللي تعبنا فيهم احنا وكثير من التجادر في الجمعيه. احنا الجمعيه بتاعتنا اسمها المشهره بيه والصح والقانوني جمعيه المصريه للاشجار الخشبيه وحمايه البيئه. دي الجمعيه بتاعتي، الجمعيه المصريه للاشجار الخشبيه وحمايه البيئه. احنا عشان البولونيا لقيناها اسرع شجره وشغالين فيها، فمجازا بنقول الجمعيه المصريه للبولونيا، لكن هما الاثنين واحد. ادعوا لنا بالتوفيق ان ربنا يوفقنا هنا، وان شاء الله المره الجايه نكون عندكم. مع السلامه.